هلا والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. وياكم علي البدر من قناة ايباد عراقي. طبعا احنا نعرف من عنوان الفيديو تهكير لعبة كلاش اوف كلانس. خلينا نتكلم عن التهكير بالبداية. ان هذه هي القرية الخاصة بي، اني علي البدر، متواضعة، يعني ما اتكلم عن شيء، لان اكو بعض الشباب ما شاء الله ليفل واصل هواي، يعني ملفلين بعض الدفاعيات. يعني عن الأمور نتكلم عن الهكر يا شباب. طبعا احنا الكثير يعرف ان الهكر هو شنو، يوصلك الى مرحلة انت فشلت ان توصل اليها. يعني مثلا انا عندي هنا هساني الليفل هذا واصل، عندي التاون هول واصل السابع، انا اريد اطوره للثامن. انا لو مهكر هاللعبة كان وصلت للعاشر همين، بس عندي صبر. التهكير يعطيك اياه بسهولة انه شيء فشلت في الوصول له او ما عندك صبر. اللي اريد اقولها اليوم يا حبايب هو كلمة اتمنى يتفهمني البعض. انا ادري هسه كم واحد كم شخص ضايج يقول هذا كأنه ما ضحك علينا. لا والله انا ما بدي اضحك عليك ولا اضحك على اي شخص، كلكم احبكم وعلى راسي. بس هو اريد اوجه نصيحة من اخوكم الصغير ان شاء الله، اعتبروني يعني مثل ما نعرف هسه كما انا يعني جاي اطور بالقرية. ليش هكر؟ ليش ادور تهكير يعني للعبات؟ اللعبة ترى يعني بدون تهكير احلى. يعني هي اللعبة جماليتها بالصبر مالتها. يعني من تنتظر هسه، انا انتظر التاون هول، يعني انتظر صار له 8 ايام وهسه بقى لي 3 ايام وتقريبا ويوم، يعني 4 ايام. يعني اني من انتظر هيك يزيد لي حماسية، يزيد لي نعرف انا النظام اللي في الشيء، يزيد لي ورا 50 جدار وياه، يعني أشياء جميلة. مو مثل التهكير، أنت راح تحصل على المجوهرات بسهولة وراح تلفل أخير شي راح توصل للليفل الأخير وبعدين قل لي أريد أعرف شو وإيش بعدين، إيش راح تسوي؟ راح تمل من اللعبة، راح تظل تهجم على الأقوياء وتهدم فيهم وتاخذ موارد وهذا. لكن إذا أنت تصبر شوي شوي وياها راح اللعبة تسوي لك يعني شوية اشتاق لها يا عم. هي اللعبة أنا ساعة من هذا بعد 53 دقيقة انتظر، ما بيها شيء وأجمع بيها. فهذه نصيحة، أرجو المعذرة إذا كان ضوجتكم. حكم علي البدر من قناة ايباد عراقي. لا تنسون اللايك سبسكرايب إذا عجبك المقطع، وإذا عجبك هكر يا عمي ما أعرف بعد، أنا يعجبني هيك، وإن شاء الله كثير من الأشخاص يعجبهم هيك لعبة. يعني أنا ما شاء الله يعني ما هكرت ولا وصلت شيء. عندي هنا ليفل 10، هنا ليفل 10، يعني ما شاء الله أنا صبرت عليه صار لي تقريبا كم شهر. يلا تحياتي علي البدر، في أمان الله.